السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ بخير؟ هانيين؟ كلشي مزيان؟ اش اخباركم؟ اليوم غادي نحضر معكم طاجين اللحم بالطلوع ديال الغنمي. نورمالمون كان خصني نحط هذا الفيديو هذا في وقت العيد، في ايام العيد، ولكن ما كتبش، يلاه جبت الفرصه دابا. كيف ما كتشوفوا هنايا عندي الطاجين، درت فيه شي ضليعات كانوا بقاو عندي صراحه. هذه اخر حاجه بقات لي من اللحم، كنت درت الكديد وبقاو لي غير هاد الضلوع هادو، وقلت علاش لا ما نصورهمش مع المتتبعين ديالي. شحال هذا ما حطيت شي فيديو ديال الطبخ بحال هكا، وقلت علاش لا ما نديروش. بالنسبه للتوابل البنات، عندي هنايا سكينجبير، عندي شويه ديال البزار والتحميره، خرقوم البلدي، والقليل ديال المروزيه، وراس الحانوت ديال اللحم، وعندي واحد شويه ديال الزعفران شعره. غادي نحرك دوك التوابل اللي عندي كاملين يتجانسوا مع بعضياتهم، وغادي نضيفهم فوق اللحم. هنا غادي نضيف القليل ديال الزعفران الشعره. صراحه ما عرفتش شحال بالضبط خصني ندير، المهم انا حاولت ما نكثرش، درت غير شويه، حيت هاد الزعفران الشعره كيطلق المذاق مجهد، داكشي علاش ما عرفتش القياس بالضبط. كاين عندي طماط الزعفران، غير قلت بغيت ندير عادي صافي. وغادي نضيف شويه ديال القزبور والمعدنوس. غادي نزيد القليل ديال الزيت، حيت ديجا عندي اللحم هنايا فيه شويه ديال الشحمه، غير شويه باش ما يجينيش عاوتاني الطاجين ميدب. وغادي نضيف واحد نص كاس صغير ديال الماء باش ما يتحرقش ليا عفوا الطاجين ملي يكون كيتقلى. هنايا خديت واحد الكاسرول، درت فيها غير شي حبيبات ديال البرقوق، صراحه حيت انا ما كناكلوش، ما كيعجبنيش، غير نزوق به الطاجين وصافي. وضفت عليه واحد المعلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نزيد تقريبا واحد 2 معالق كبار ديال السنيده. بالنسبه للبصله، خديت هنايا واحد 2 بصلات صغار، ما يكونوش كبار، توسطي الحجم على حسب الطاجين اللي عندكم. صراحه كنت بغيت ندير ديك البصله البيضاء، كتجي واعره بزاف وكتذوب بحال الزبده، سورتو في الطاجين او في كوكوت، كتجي بنينه بزاف ومذاقها لذيذ وكتذوب باش كتعجبني كتذوب. هادي واخا شويه هاد البصله الحمراء كتبغي شويه ديال الطياب. معليش، هنايا من بعد ما تقلى لي اللحم ديالي، زدت عليه ديك البصله، وغادي نضيف واحد شويه ديال الزبيب. واحد الملاحظه، انايا ما درتش الثومه، حيت الثومه ما كتجيش مع الحاجه الحلوه، حيت انايا الزبيب غادي يطلق ليا ديك الملوحيه ديال الحلاوه ديالو عفوا، داكشي علاش ما درتش الثومه. هنايا داك البرقوق ديالي من بعد ما طاب، زدت عليه شويه ديال الجاجلان، والطاجين ديالي هو غادي كيطيب، ما بقاش ليه بزاف، تقريبا غير واحد ربع ساعه، وغادي نطفي عليه غير يشرب داك المرقه ديالو ما تبقاش، وغادي يكون واجد ان شاء الله. هنا صافي الطاجين راه طاب، هو هذاك بنين، دقتو صراحه جا لذيذ واعر. غادي نزوقو بدوك بالبرقوق اللي كنت صاوبت. وهذا البنات هو الشكل النهائي ديال الطاجين، كيجي على هذا الشكل هذا. كنتمنى يعجبكم الفيديو، خليو لي تعليق زوين ولايك واشتراك في القناه، والى فيديو قادم ان شاء الله.